التعامل مع النوافذ أو الإطارات. يمكنك التعامل مع النوافذ الموجودة ضمن فيجوال بيسك أو فيجوال ستوديو، وذلك بالنقر على أي نافذة. يمكن التعامل معها بعدة طرق. يمكن إغلاقها بالنقر على زر إغلاق، ويمكن مباشرة من قائمة فيو من إظهارها، أو من شريط الأدوات القياسي اظهر على سبيل المثال نافذة بروبرتي. ويمكن بنفس الشيء لجميع النوافذ الموجودة. يمكن النقر على شريط العنوان لسحبها إلى وسط الشاشة كما هو واضح هنا، أو يمكن إعادتها إلى أي مكان سواء في يمين الشاشة. لاحظ هنا ضع مؤشرك ضمن الأسهم الموجودة هنا تصبح، لاحظ هنا على اليمين. انقر عنوانها مرة ثانية. يمكن جعلها في أعلى الشاشة بالنقر على، لاحظ هنا هذا المكان، أو على يمين الشاشة أو على يسار الشاشة على سبيل المثال. انقر شريط عنوانها. يمكن وضعها في أي مكان حسب، لاحظ هنا المربعات الموجودة هنا. يمكن وضعها في الأعلى، لاحظ هنا في الأعلى أعلى Solution Explorer، أو يمكن النقر عليها وضعها في الأسفل بالنقر هنا. إذا يمكن باستخدام شريط العنوان تغيير مكان النافذة حسب المربعات التي تظهر. يمكن النقر على هذا الزر وجعلها بشكل عائم floating، والنقر على شريط عنوانها، أو يمكن سحبها كما تعلمنا وضعها في أي مكان إن أردت ذلك. يمكن وضعها في أي مكان تريده إن أردت ذلك. يمكن النقر بالزر الأيمن على شريط عنوانها وجعلها بشكل دكبل أي ملتصقة إن أردت ذلك إلى أي مكان تختاره على اليمين أو في أسفل الشاشة إن أردت ذلك. انقر على هذا الزر وجعلها بشكل تيب دوكيمنت أي تظهر بشكل، لاحظ هنا، ورقة كما هو الحال بالنسبة لأوراق العمل الموجودة هنا. أو يمكن سحبها وإرجاعها مرة ثانية بالنقر على زر الأيمن واختيار دكبل أي بشكل ملتصق كما هو واضح هنا، أو مرتسي إن أردت ذلك. ويمكن جعلها أوتو هايد سواء بالنقر على هذا الزر أو النقر على هذا الزر لتصبح بشكل إخفاء تلقائي. عند الاقتراب منها تظهر الأدوات أو الخصائص الموجودة بها، وعند الابتعاد تختفي إن أردت ذلك. ويمكن إظهارها مرة ثانية بالنقر على أوتو هايد مرة ثانية لتصبح بشكل ظاهر بشكل دائم. ويمكن إخفاؤها بشكل نهائي بالنقر على هذا الزر ثم اختيار هايد لتختفي بشكل نهائي. ولإظهارها يمكن النقر على زرها هنا، أو من قائمة فيو تختار بروبرتيز ويندوز.